اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى أهله وأصحابه أجمعين. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة يا ريت نحط لايك للفيديو ونكمل كمان حلقتنا للآخر، فيها أحداث شيقة جدا وأحداث حقيقية وحصلت بالفعل. يلا يا حلوة منك ليها، واحدة تنزل تمسح الشقة وواحدة تمسح السلم. يلا مش عايزة لكاعة. هو احنا ايه خدامين عندك يا حماتي ولا ايه؟ في طريقة أحسن من دي تكلمينا بيها بقى كده يا عبير؟ بتكلميني أنا بالطريقة دي بعد ما خلفت وربيت وكبرت وشقيت وتعبت على عيالي وخليتهم رجالة ملو هدومهم وبقوا ليكوا بيضة مقشرة، بتكلميني أنا بالطريقة دي؟ أول ما تشطحي تنطحي. أنا عبير اللي جبت بلوى لبيتي وجوزت صاحبتي لأخو جوزي، وفاكرة يوم ما رحت المكتب في الشركة قبل ما اتجوز وقلت لغادة صاحبتي الله يخرب بيت الجواز على اللي عايز يتجوز. بجد والله يا بنتي انا لو منك ما اتجوزش خالص واعيش هانم كده حرة نفسي. اهدي يا بنتي بس، مالك في ايه؟ داخله بزعبيبك ليه كده؟ حماتي يا ستي مصممه انزل اجيب اوضه النوم من عند اخوها، وطبعا اكيد متفقه معاه انه يعرض لنا الشغل اللي على مزاجها هي حماتك دي مش ناويه تسيبك في حالك بقى ولا ايه؟ انا مش فاهمه هي بتعمل معاكي ليه كده؟ ما هو علشان كده ابنها صلاح الكبير طلق على طول، منها لله والله. اه صحيح، هو صلاح على طول ساكت ليه كده؟ صعبان عليه حياته يا بنتي والله، ما هو برضه طلق بسبب امه دي. يا خبر يا عبير، قوليلي صحيح هتعملي ايه في حياتك يا بنتي مع حماتك دي؟ مفيش، انا ناوية اخلي حياتنا لوحدنا من غير حماتي علشان ما تحصلش مشاكل بيني وبينها. المهم هنروح النهارده نشوف حماتك، النهارده عيد الام ولازم تجيبي لها هديه حلوه كده تليق بمقامها. لا 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 لا، انا مش رايحه، بقولك ايه انا مخنوقه منها. وكانت الصدمه لما راحت غادة ليها ومن ورايا كمان. اهلا يا غادة، ايه طالعين الشقه فوق تعملوا فيها حاجه ولا ايه؟ لا لا لا، انا جايه لحضرتك مخصوص، انت عارفه ان انا يتيمه ونفسي يكون ليا ام، وجايبه لك هديه عيد الام يا ست الحبايب. ان شاء الله يخليكي ليا يا بنتي يا رب. معقول جايبه لي خاتم ذهب؟ قال لما جت من صاحبتك. معقول عبير تعمل كده؟ مع اني قلت لها من يومين والله تجيب لك هديه. ازاي يعني يعدي عليها يوم زي ده؟ شفتي يا غاده؟ تعالي 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 اقعدي معايا جوه بدل ما احنا واقفين كده. الله صحيح، ما تاخذنيش يعني في ده السؤال، هو انت ليه يا اختي ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ النصيب يا ماما، هنعمل ايه؟ المهم انا لازم امشي دلوقتي، بس عايزه اطلب منك طلب، يا ريت ما تقوليش لعبير ان انا جيت النهارده علشان يعني ما تزعلش مني. عينيا يا حبيبتي ولا تشيلي اي هم. وبعدها مشيت غاده من عند حماتي، وحماتي قالت ان شاء الله يا غاده تكوني من نصيب صلاح ابني يا رب، اسمعها مني. وفي الوقت ده خرج صلاح، سمع اسم في الحوار، ماله صلاح يا ماما على الصبح؟ مالك يا واد فيك ايه؟ جايبالك عروسه انما ايه حاجه كده عسل. البت غاده صاحبة عبير والله البت غلبانه وقلبها طيب قوي. هو انت يا ماما مش مكفيك انك هتجوزي حازم؟ خلاص بقى انسيني يا ماما، انسيني. حازم ده ايه يا واد؟ ده انت عندي اهم والكبير. انا مش قادره اصدق ان مراتك طلقتك وسابتك لوحدك. ماما جواز مش عايزه اتجوز، ريحي نفسك بقى. اه يا قلبي، حرام عليك، انت عايز تموتني بحسرتي؟ انا ست تعبانه وما اقدرش على اللي بيحصل فيا ده. هو العلاج فين يا امي؟ حرام عليكي صحتك والله. وفعلا قام علشان يجيب لها الدواء. انا مش قادره انسى ان طليقتك سابتك بسببي، الموضوع ده حازز في نفسيتي قوي، بس والله يا ابني ما كنت اقصد، انا كنت عايزه حد يروق لي الشقه مش اكتر. ما بقاش لي لازمه خلاص يا ماما الكلام ده. حاضر، انا هقعد مع غاده وهتكلم معاه. ايوه كده يا نن عين امك، فرح قلبي ربنا يخليك ليا يا ابني يا رب. وفي الوقت ده كنت بكلم حازم، والله العظيم لولا ان انا بحبك يا حازم عمري ما كنت هقبل باللي مامتك بتعمله ده. معلش يا عبير يا حبيبتي، استحمليها لحد بس ما نبقى في شقتنا، واوعدك والله انها تكون لينا حياتنا الخاصه. بس مامتك صعبه قوي والله، وكل حاجه تحكمات واوامر، دي شقتي والمفروض افرشها على ذوقي انا. وفي الوقت ده دخلت حماتي وقالت اقفل السكه مع السنيوره يا حازم، عايزاك دقيقه واحده يا حبيبي. ماما بتسلم عليك يا عبير. ما انا سمعت سلامها، اقفل السكه لازعق معاك يا حازم. وفعلا قفلت السكه، وحماتي قالت قوم البس يلا علشان رايحين نخطب لاخوك صلاح. ايه؟ هو شاف عروسه امتى؟ وبعدين يعني هو انا غريب قوي كده
لدرجة ان انت تعرفيني واحنا رايحين كمان؟ الموضوع جه فجأة يا حبيبي، ويلا علشان اهل العروس مستنيين. مش عايز اجي معاكوا يا ماما، ولو سمحت بقى روح انتوا. بقول لك ايه، هو انا باخد رأيك؟ يلا قوم البس واخرج ورانا على طول. وازاي اخوك يبقى رايح يخطب وانت ما تجيش معانا؟ ولا خايف على زعل السنيورة؟ هو انت ليه يا ماما بتكرهي عبير قوي كده؟ والله العظيم عبير كويسة جدا، حاولي تحبيها شوية علشان خاطري. كفاية انت يا حبيبي بتحبها. وفعلا بعدها راحوا عند غادة. ايه ده؟ معقول العروسة تكون غادة؟ ازاي وانا معرفش؟ علشان مش عايزة السنيورة عبير تعرف حاجة الا لما الموضوع يتم يا عين امك. انت يا صلاح، انت يا صلاح موافق تتجوز غادة دي يا ابني شكلها مش سهل. وبعدين يعني ماله شكلها؟ واسكت بقى امها جايه. وفعلا قعدوا واتفقوا على كل حاجه، وام غاده كانت مسهله الاتفاق كله. وتاني يوم كنت في الشغل ولقيت غاده جايبالي جاتوه. والله فيك الخير يا غاده، عرفت منين ان انا نفسي في حاجه حلوه؟ من القلب للقلب يا سلفتي. هو انت معرفتيش ان حماتك جت امبارح وطلبت ايدي لابنها؟ انت اكيد بتهزري. حصل ازاي ده وامتى وما قلتليش يعني؟ هو انا كنت عامله حسابي؟ اسكتي، ده انا كنت قاعده منكوشه وقاعده بلف ورق عنب، ولقيت الباب بيخبط. بصيت من عين السحريه لقيت خطيبك، قلت اكيد في مشكله بينك وبينه وجاي يقول لي عليها. فتحت الباب لقيت امه واخوه. مش غريبه الموضوع ده شويه يا غدا؟ بس على العموم الف مبروك. يعني صلاح كويس وابن ناس، وكفايه ان احنا هنكون سلايف يا حبيبتي. ده انا وافقت بالخصوص علشان الموضوع ده. انت عارفه اصلا ان انا ما بفكرش في موضوع الجواز ده. بس هو ازاي يعني يا حازم ما قالكيش؟ عادي بقى، موضوع يخصكم انتوا. كفايه ان صاحبه عمري ما قالتليش، وان اكون جنبها في يوم زي ده، مع انك كنت عارفه كل حاجه عن حياتي الشخصيه. لو الموضوع ده مضايقك انا ممكن اتصل بيهم واقول لهم كل شيء اسمه ونصيب. عادي جدا والله، ده انت عندي اغلى من اي حد يا حبيبتي. يبقى انت ما فهمتيش كلامي كويس. خلاص، مبروك يا غادة، وربنا يكملك على خير يا حبيبتي. وبعدها اتصلت بحازم. طالما متصلة بدري قوي كده يبقى عرفت اللي حصل. شيء ما يخصنيش، مش من حقي اني اسألك في اي حاجة. اذا كانت صاحبة عمري ما قالتليش على اي حاجة. بس هو فعلا الموضوع صدفة زي ما هي قالت. صدفة ازاي يعني؟ انا عارف ان ماما كلمت مامتها واخدت ميعاد ورحنا في الميعاد ده. يا بنتي ناس واعين جدا، دول موافقين ان هي تتجوز على عفش صلاح القديم. والله ربنا يكمل لها على خير بقى. طيب والفرح هيكون امتى؟ ما هي دي بقى المشكلة. ماما مصممة ان الفرحين يكونوا في يوم واحد. انت اكيد بتهزر. ازاي يعني يا حازم؟ والله العظيم اللي بيحصل ده كتير. اقول لك كل شيء اسمه ونصيب. انت بتقولي ايه؟ لا، انا ما اقدرش اعيش من غيرك والله يا حبيبتي. وانا قفلت السكة وروحت البيت ودخلت اوضتي وانا منهارة من اللي حصل. وفجأة سمعت ماما وهي بتقول: تعالى يا حازم. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ دي من ساعة ما جت وهي قاعدة في اوضتها ومش عايزة تتكلم مع اي حد خالص. معلش يا ماما، ممكن تناديلي عليها؟ انا عايزة اتكلم معاكي ومعاها شوية. وفي الوقت ده انا خرجت. خير يا حازم؟ جاي عايز ايه تاني؟ انا مش موافقة على كل اللي مامتك بتعمله ده. وكويس بقى ان انت جيت علشان تاخد الذهب بتاعك. ارجوك يا حماتي اسمعيني، انت اكتر واحدة هتحس بيا. هو انا ينفع اقف قدام ماما وكل حاجة هي تقول عليها انا اقول لها لا؟ انا اوعدك والله يا عبير ان بعد جوازنا هنبقى في حياتنا والله وملناش دعوة بحد. هو انا مش فاهمة بالظبط ايه اللي بيحصل. ما تقول يا ابني ايه الموضوع؟ ماما عايزة تعمل فرحي انا وصلاح في يوم واحد ونفس القاعة. اتصرف انا ازاي بقى دلوقتي يا حماتي؟ ايه ده؟ هو صلاح خطب؟ ايوه يا ماما، غادة صاحبة عمري. شفتي؟ وانا ما اعرفش. انا قلتلك 1000 مرة انا مش برتاح للبت دي والله. على العموم يا ابني احنا موافقين. هو انت بتقولي ايه يا ماما؟ ازاي اوافق على كده؟ دي ليلة العمر، المفروض افرح بيها زي ما انا عايزة. الفرح اهم عندك من حازم؟ انا شايفة ان حازم ابن ناس وكويس، مش الفرح اللي هيخليكي تهد الدنيا كلها يا عبير. ماشي يا حازم، انا موافقة، بس بجد انا مش عايزة يبقى ليا صلة بمامتك دي تاني. اوعدك ان هتكون لينا حياتنا الخاصة. والصدمة لما رحنا القاعة وشفت غادة لابسة نفس الفستان بتاعي وعاملة نفس الميك اب ونفس القصة. لا 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 لا، انا هتجنن. هي عرفت منين شكل الفستان بتاعي؟ وازاي عملت بالظبط نفس القصة بتاعتي؟ طيب خليك انت هنا وانا هروح اتكلم مع ماما. وفعلا سابني في الكوشة لوحدي وشكلي كان متضايق جدا. وغادة كانت فرحانة وعمالة ترقص ولا هممها. خير يا حبيبي؟
سايب عروستك في الكوشه ونازل ليه؟ في حاجه ناقصاك ولا ايه؟ ماما، عاوزه اتكلم معاكي شويه، بس بره القاعه مش هنا. اللي بيحصل ده كتير. انت شفتي الفستان اللي على موبايلي صح؟ واتفقتي مع نفس الكوافيره تيجي تعمل المكياج بعد ما عملته العبير، مش كده يا ماما؟ نفسي افرح لاخوك والله يا حازم. انت عارف يعني ان الواد صلاح ده عمره ما فرح في حياته، ونفسي اشوف مراته قمر كده. لا، انت عايزه تنكدي عليا انا ليه يا ماما؟ ده انا ابنك برضه، واللي بيحصل ده كتير كتير قوي. حقك عليا يا ابني. اوعدك مش هعمل اي حاجه تضايقك تاني. وانا كنت قاعده مخنوقه ولقيت ماما جايه وبتقولي انا عارفه ان انت متضايقه، بس المفروض ما تبينلهاش انك متضايقه كده. قومي وارقصي وافرحي وفرحي عريسك، ما تشمتهاش فيكي. شفت اللي حصل يا ماما؟ غدا تعمل فيا انا كده؟ طب ليه؟ ده انا كنت بحبها جدا والله، وكانت اكتر من اخت. يا ما قلتلك ان البت دي مش كويسه ويا ريت تبعدي عنها، انما انت بقى ما كنتيش بتسمعي كلامي. على العموم، قومي يا بنتي افرحي دلوقتي وبيني ان انت مبسوطه وان هي ولا في دماغك اصلا. وانا فعلا قمت ورقصت وبينت ان انا مبسوطه. وعدى اسبوع على جوازنا ولقيت حماتي طالعالي وبتقولي هو في ايه؟ من يوم ما اتجوزتي ومحدش شاف وشك تحت. عروسه بقى يا حماتي. معلش، وهي غدا مش عروسه يعني؟ ما هي كل يوم بتنزل عندي تحت ولازم نفطر سوا مع بعض، وبعد كده بتطلع شقتها تاني هي وجوزها. كل واحد حر في شخصيته يا حماتي. هي ليها شخصيتها ربنا يخليها لك، وانا ليا شخصيتي. وفي الوقت ده لقيت حازم خارج وبيقول ماما، انا شفت شقة تانية وهروح اسكن فيها انا وعبير. وبصراحة انا مش عايز اي مشاكل تحصل بينك وبينها، ولا عايز اخسرك ولا عايز اخسرها. يا خرابي، هتسيب البيت وتمشي وانت فاكر ان انت كده مش هتخسرني يا حازم؟ لا طبعا، انا مش موافقة على الكلام ده. ولا السنيورة هي اللي مسلطاك ولا ايه؟ ماما، ارجوكي بطلي الكلام ده. انا مش عايز مشاكل مع عبير خالص. لو غدا تحت بتعمل لك اللي هي عايزاه يبقى كويس وكتر خيرها، وما تقارنهاش بعبير خالص. انت شايف كده يا حازم؟ تمام قوي. وبعدها نزلت حماتي وهي متغاظه مننا واتصلت بيحيى ابن اختها اللي شغال عنده حازم ابنها. معقول يا خالتي بتتصل بيا؟ مش مصدق نفسي والله. ده انت اخر مره اتصلت بيا فيها لما كنت بتعزيني في امي. انا في مصيبه يا يحيى يا ابني، ومحدش هيقدر يخرجني منها غيرك. يا ساتر يا رب. مصيبه ايه يا خالتي؟ انا تحت امرك في اي حاجه. محتاجه فلوس اجيلك دلوقتي؟ لا لا لا، مش عايزه فلوس. انا عايزه بس حازم يسافر فرع الشركه بتاعك اللي في اسكندريه، مش عايزاه يكون موجود هنا في القاهره. ليه بس كده يا خالتي؟ وبعدين حازم مش هيوافق. انت عارفه ان هو بيحب شغله اللي هنا. ارجوك يا ابني، هو عاوز يسيب البيت ويمشي، وانا ممكن يحصل لي حاجه لو عمل كده. خليه بس يروح الفرع ده لحد ما يغير فكره نقله من البيت دي. حاضر. وبعدين هو واخد شهر اجازه جواز، يعني مش هينزل شغل دلوقتي، وممكن فعلا يفكر في موضوع ان هو يسيب البيت في اليومين دول. ما هي دي لعبتك بقى يا ابني، انك تيجي وتقوله ان في مشاكل في الفرع اللي في اسكندريه ولازم يسافر الاسبوع اللي جاي على الاقل. مع اني مش موافق خالص على الكلام اللي انت بتقوليه ده، بس عيني ليكي حاضر، هعملك كل اللي انت عايزاه. وفعلا جه يحيى واتكلم مع حازم انه يسافر فرع اسكندريه علشان في مشاكل في الفرع هناك، ووافق على طول وما تاخرش. وتاني يوم بعد سفر حازم لقيت ان حد بيفتح باب شقتي، وخرجت على طول عشان اعرف فيه ايه. يلا يا حبيبتي على تحت علشان تروقي الشقه وعايزه الاكل يتعمل. صباح الخير يا حماتي، انا كنت نازله علشان احضر لك الفطار علشان نفطر سوا. والله ما هنش عليا ان اكل لوحدي. يلا يا حلوه منك ليها، واحده تمسح السلم وواحده تروق الشقه، مش بعلف فيكم هنا ببلاش. وكانت الصدمه لما غدا قالت والحد هنا. واستنوني في الجزء التاني، ويا ترى ايه هي توقعاتكم في اللي هتعمله غادة وحماتها في عبير. وحابة اشكر كل متابعيني اللي سألوا عليا في فترة غيابي. انا بحبكم جدا والله، وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، وما نحرمش منكم ابدا. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك حالا ويفعل الجرس ويختار الكل علشان يوصل لكم كل اشعارات القصص الجديدة بتاعتنا اول باول. وما تنسوش ان تشجيعكم ودعمكم لينا هو اللي هيخلي القناة تستمر.